سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أينما كنتم سيداتي سادتي. من تلفزيون دولة تريتريا نحييكم وإليكم نشرة الأخبار التي أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بأهم وأبرز العناوين. حراسة الأراضي الزراعية بأسعار مناسبة في نغفة. مدير مدينة كرن يبحث التنمية مع السكان. دعوة لتنسيق عمل مكافحة قطع الأشجار في جنوب البحر الأحمر. روبيو يعرض إمكانية امتلاك إيران برنامجا نوويا مدنيا. الهند تعلن طرد دبلوماسيين باكستانيين. الرسوم قد تدفع الدين العالمي إلى أعلى مستوياته بحسب صندوق النقد الدولي. إلى التفاصيل. توفر جرارات مؤسسة المواشي والقلال حراسة الأراضي الزراعية بأسعار مناسبة في إدارات ضواحي بقلة ولابا وإندلال وماريد وبيلو وأقرع العل وأقرع تحت في مديرية نغفة. وذكر المزارعون أن الجرارات التي توفرها مؤسسة المواشي والقلال تقدم خدمات الحراثة بتكلفة 185 نقفة في الساعة، وتساعدهم على تمهيد وإعداد أراضيهم الزراعية قبل حلول موسم الأمطار. أوضح المزارعون أنهم يقومون بأنشطة واسعة للحفاظ على المياه والتربة لمكافحة انجراف التربة ورفع الإنتاجية. أوضح مديرية نغفة السيد يعقوب إدريس أن البرنامج ينفذ بالتعاون مع وزارة الزراعة ومؤسسة المواشي والقلال وإدارة المديرية، ويجري العمل لحراثة أكثر من 4000 هكتار. عقد مدير مدينة كرن السيد رزناء أرأي اجتماعا مع السكان في 23 من أبريل لمناقشة تنفيذ برامج التنمية المخطط لها وأنشطة الحفاظ على المياه والتربة بشكل خاص. وقال أن الحفاظ على المياه والتربة والتشجير من بين برامج التنمية الرئيسية التي تتطلب المشاركة العامة. أوضح أنه وفقا للمرسوم رقم 56,1994 فإن الأرض ملك للدولة، ويعاقب القانون على بيع أو تحويل الأراضي أو بناء المساكن بطريقة غير قانونية. ودعا إلى القضاء على المواد الملوثة للبيئة بشكل عام والأكياس البلاستيكية خاصة، وإحالة بطاريات الطاقة الشمسية منتهية الصلاحية إلى مكتب القانون والنظام للتخلص منها. ونادى أولياء الأمور بتعزيز دورهم في مراقبة وتشجيع الطلاب على النجاح في دراستهم والمرافق التجارية ومستخدمي الأراضي وأصحاب الثروة الحيوانية بدفع الضرائب في الوقت المحدد. واقترح المشاركون تعزيز أنشطة التوعية الموجهة للشباب والطلاب وتقديم إيصالات فواتير الكهرباء في أوانها لدفعها في الوقت المحدد ورفع حاويات القمامة سريعا وإيجاد الحلول لقضايا الطاقة المنزلية. قال مسؤول مراقبة الأشجار والحياة البرية في إقليم جنوب البحر الأحمر الرقيب محمد أحمد أنه يتوجب التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان استمرارية ثقافة حماية الغابات والحياة البرية في إقليم جنوب البحر الأحمر. أوضح أن ثقافة الإقليم الممتدة لقرون في الحفاظ على الموارد الطبيعية بشكل عام وموارد الأشجار بشكل خاص تعد مثالا يحتذى به. وذكر أن العمل يجري أيضا للحد من قطع الأشجار الذي يحدث في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن غض النظر عن قطع الأشجار يؤدي إلى أضرار كبيرة، ويجب على كافة قطاعات المجتمع المشاركة في حمايتها. أفاد مسؤول مركز صحة برونتو الممرض وقحطة كيدانا أن نسبة الرعاية ما قبل الولادة ارتفعت بنسبة 110% في المركز. أوضح أن المركز يقدم رعاية ما قبل الولادة والصحة الإنجابية وتطعيم الأطفال والخدمات الطبية الروتينية للبالغين والأطفال دون سن 5، إضافة إلى خدمات المختبر والصيدلة. وقال أن حالات الإصابة بمرض الملاريا ارتفعت في عام 2024 مع فصل الصيف الممطر
لكنها بدأت في الانخفاض بفضل حملات الوقاية والسيطرة، مشيرا إلى أنه تم تنظيم وحدات طبية متجولة لتقديم خدمات طبية للقرى النائية. وأكد المواطنون بجانبهم أنهم تمكنوا من ضمان صحتهم بفضل الخدمات التوجيهية التي يتلقونها في المركز الصحي. تساهم لجان أولياء الأمور المشكلة على مستوى المدارس بدور هام لسد النواقص، إلى جانب جهود تقوية الكفاءة التعليمية في مديرية كلوجة. أوضح مدير مدرسة جبل حامد المتوسطة والثانوية الأستاذ رزان حقوس في الاجتماع الذي عقد لتقييم العملية التعليمية أن دور لجان أولياء الأمور مهم في اتخاذ المبادرات المجتمعية لسد النواقص. وذكر رئيس لجنة أولياء الأمور السيد قعشوم تصفى مريم تركيب معدات الطاقة الشمسية وأجهزة الكمبيوتر بتكلفة 430 ألف نقفة بمبادرة شعبية. وأشار إلى وجود برنامج لبناء قاعة اجتماعات وتجديد السور وشراء أجهزة كمبيوتر إضافة لنفس المساهمة المجتمعية. السادة والسيدات إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن برنامج إيران امتلاك برنامج نووي مدني سلمي إذا أرادت ذلك عبر استيراد المواد المخصبة وليس بتخصيب اليورانيوم. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إمكانية التوصل لتفاهمات، محذرا في الوقت ذاته من استفزازات ومحاولات تخريب. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلادي متفائلة بحذر بشأن المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، وذلك بسبب الرسائل الأمريكية المتناقضة في وسائل الإعلام والأخبار. وحذر عراقجي من أن أي استفزازات وأي محاولات تخريب، قائلا أن بلادي ستدخل مفاوضات السبت المقبل بجدية، وأن هناك إمكانية للتقدم إذا جاء الطرف الأمريكي بالجدية نفسها. أعلنت الهند عن سلسلة من الإجراءات ضد باكستان شملت طرد الدبلوماسيين وإغلاق المعبر والحدود الرئيسي بين البلدين. كما شملت هذه الإجراءات التعليق العمل بمعاهدة تقسيم مياه نهر السند لعام 1960. وجاءت هذه الخطوات قادة الهجوم الدامي الذي استهدف الشطر الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير، والذي أسفر عن مقتل 28 شخصا. وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع أمني رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قال وكيل وزارة الخارجية الهندية فيكرام مصري أن بلاده قررت تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع باكستان، مشيرا إلى أن تعليق معاهدة مياه السند سيتواصل حتى تتخلى باكستان بشكل قاطع عن دعمها للإرهاب العابر للحدود. حذر صندوق النقد الدولي من أن تداعيات سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنذر برفع الدين الحكومي في جميع أنحاء العالم إلى مستويات لم نشهدها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقال أن مستويات الدين العالمي قد تتجاوز 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 إذا انخفضت الإيرادات بسبب الرسوم. في غضون ذلك خفض البنك الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.6% في عام 2025 من 3.8% في توقعاته بأكتوبر جراء الرسوم. ختاما إذن لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. حراسة الأراضي الزراعية بأسعار مناسبة في نغفة. مدير مدينة كرن يبحث التنمية مع السكان. دعوة لتنسيق عمل مكافحة قطع الأشجار في جنوب البحر الأحمر.
روبيو يعرض إمكانية امتلاك إيران برنامجا نوويا مدنيا. الهند تعلن طرد دبلوماسيين باكستانيين. الرسوم قد تدفع الدين العالمي إلى أعلى مستوياته. حتى جديد اللقاء، تقبلوا أجمل التحيات وأطيبوا